محمد صالح المحامي من بورسعيد. طبعا احنا بنتكلم عن قضيه اثيرت في الشارع البورسعيدي وسببت حزن شديد جدا في شارع بورسعيد، وهي قضيه قتل بين زوج وزوجه، وان الزوج قتل زوجته امام بنته وهو مدجج بالفكره، وكان معاه السلاح وراح افتعل جريمه القتل واودى بحياتها. هم المفترض ان هي اساس الحوايه، يعني في سريعا اقولها لحضرتك، ان من المفترض ان الزيجه قائمه بينهم وبين بعض تتجاوز ال8 سنوات. عندهم بنتهم عندها 7 سنين، وهو طبعا كان عديم الانفاق تماما. كان في خلافات على طول دايما بينهم وبين بعض. كان الاهل بيحاولوا والجيران الملاصقين المام زمام الامور. ولا بالظبط الحادث بالظبط ان هو النهارده من المفترض ان هو كان عديم الانفاق تماما. سبق اتهامه في عده قضايا قبل كده. احال امام محكمه الجنايات بامر الاحاله المسبب من النيابه العامه بالقتل العمد لزوجته. الصفه التشريحيه اوضحت ان في طعنه بالفخذ الايسر وطعنه بالفخذ الايمن. عندنا ست عده طعنات بالصدر من ناحيه الناحيه اليسرى اعلى الصدر، عده طعنات. اودت بحياه الصغيره، والصغيره كانت هي الشاهد على سبيل الاستدلال امام النيابه العامه. هي اللي كانت موجوده اثناء مجريات الواقعه برمتها. كانت اولى جلسات محكمه الجنايات بعد امر الاحاله. ادعينا مدني